النهارده هنعمل كيكة الحليب، طعم فوق الخيال، واخدة ترند جامد أوي على السوشيال ميديا. حبيت أعملها معاكم النهارده، ولكن طلعت قنبلة. قد إيه طعمها جوسي، أكنك بتاكلي تورتاية جاتوهية، حاجة كده يعني مختلفة تماما. هعملها بطريقة بسيطة وسهلة أوي معاكم. عندي 3 بيضات، هضيف عليهم كوباية من السكر ومعلقة من الفانيليا، يعني ظرفين فانيليا. وهبدأ إن أنا أخفق المكونات دي كلها مع بعضها لغاية ما لونها يفتح. هضيف كوباية إلا ربع زيت وكوباية من الحليب، وارجع تاني أخفق المكونات تاني، وأكون مجهزة في الوقت ده عندي 300 جرام من الدقيق المنخولين كويس قوي، وهنزلهم على كل المكونات السائلة. وبعد كده هضيف عليهم البيكنج باودر، حوالي معلقة من البيكنج باودر، ومعاهم معلقة من الخل ورشة ملح. وابدأ اقلب ده كله بالمضرب اليدوي، واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. وهستغنى تماما عن المضرب الكهربائي، بس اتاكد هنا ان مفيش اي دقيق تكتلات دقيق، او مفيش دقيق اختلط بالمزيج بتاعي، والجوانب كلها سليمه مفيهاش اي ذرات من الدقيق. واكون مجهزه عندي صينيه مدهونه بسمنه ومتغلفه بالدقيق، وانزل فيها الخليط واخبطها بس خبطه كده قبل ما ادخلها الفرن. والفرن يكون شغال على درجه حراره 180، ويفضل قاعد في الفرن الخليط ده قد ايه، او صينيه الكيكه قد ايه، 45 دقيقه ل 40 دقيقه. اول ما تطلع معايا واتاكد ان هي استوت تماما، هضيف لها كوبايه ونص من الحليب اسقي بيها، واسيبها تبرد تماما. وبعد كده هبدا اعمل الكريم شانتيه. كوبايه من الكريم شانتيه على كوبايه من الميه الساقعه، واربع معالق من السكر البودره. ولو مش موجود لو الكريم شانتيه مسكر، يبقى مش محتاجين السكر البودره. اول ما يربط معايا كده واتاكد ان الكيك برد تماما، هنزل بالكريم شانتيه على الكيك، وابدا ان انا اسويه بالشكل ده. وبعد كده هنزل بصوص الكراميل، وده انا هعمل له فيديو لوحده علشان يبدا تعرفي كل صغيره وكبيره ازاي بيتعمل، ويقعد معاك في التلاجة فتره طويله من غير ما يبوظ ازاي. بعد كده هبدا اعمل خيوط بالكريمه رايح جاي زي ما انتم شايفين كده بعرض الصينيه. وبعد كده عندي اي سكينه حرفها مدبب، هبدا اخد الاتجاه المعاكس رايح جاي برضو عشان يديني المنظر اللي احنا شايفينه ده. سهله جدا وبسيطه، مش محتاجه اي صعوبه، ولكن الطعم يستحق كل حاجه. ومكوناتها على فكره يعني بسيطه ومتواجده في كل بيت. ان عجبك الفيديو تعملي لايك وشير وتابعيني. اهم حاجه سيبيها في التلاجة لمده ساعتين قبل التقديم. ويلا بالهنا والشفا، وكليها وادعيلي.